انت دلوقتي علاقتكم كويسه جدا، بس حاسه ان شغفه قل، حاسه ان الراجل اللي معاكي بقى مطفي وما عندوش طاقه ليكي زي الاول. انا بقى هقول لك تصرف واحد بتعمليه وبحسن نيه منك، بس التصرف ده مع الاسف هو القاتل الصامت للشغف في حياتك. والاجابه هنا مش علشان انك اهملتيه خالص، والتصرف القاتل ده هو التحكم في كل صغيره وكبيره في حياه الراجل. طبعا اسمعيني كويس، الراجل عموما بيبقى عايز يحس بانه بطل وكفء فعلا في كل شيء بيعمله، طبعا في العالم بتاعه. يعني مثلا لما انت تكوني بتحبيه، غريزتك بتخليكي تحميه وتوجهيه علشان ما يتلخبطش. تبداي بقى تعملي ايه؟ تديله اوامر مباشره بدل ما تطلبي طلب. يعني بدل ما تقولي يا ريت نشتري الحاجه الفلانيه، بتقولي له روح اشتري الحاجه دي دلوقتي. وما تنساش النوع ده بالذات. طبعا كمان نقدك ليه لما بيعمل اي مجهود، حتى لو كان مجهود بسيط. يعني لو بيصلح حاجه في البيت او حاجه معينه، انت تقولي له ما كانتش الحاجه دي المفروض تتعمل كده، المفروض تبدا من الناحيه التانيه. كمان لما تعملي المهام اللي المفروض يعملها علشان من وجهة نظرك انك هتنجزيها بشكل اسرع، او تضمني انها بتتعمل صح. انت فاكره انك كده بتساعديه، لكن بيوصل له مع الاسف رساله بتكون واضحه جدا: انا مش واثقه فيك ولا في كفاءتك. ساعتها الراجل بيستسلم وما بيبقاش بقى عنده اي شغف انه يعمل اي مجهود علشان يرضيك، لانه متاكد وعارف ان النتيجه في النهايه هتكون انتقاد ليه، او انه هيلاقيكي انك عملتيها من اول وجديد. شغفه بقى وقتها بيموت حرفيا، وبيتحول في عينيكي من قائد او شريك مسؤول لطفل بيتم توجيهه. طيب ولو عايزه ترجعي شغفه زي الاول، المفروض تعملي ايه؟ لازم تتراجعي كام خطوه لورا. مش بقول هنا تتراجعي عن حبك ليه، انما تتراجعي عن دور المدير. جربي كده النهارده، بدل انتقادك ليه والتحكم فيه، تبقي واثقه فيه وتقدريه. قولي له انا واثقه في قدراتك واختياراتك وفي ذكائك. قولي له تسلم ايدك، انا شايفه المجهود اللي بتعمله ده كويس جدا. اديله مساحه ان يحس ان راجل كفء ومسؤول. ساعتها هتلاقي شغفه يرجع من اول وجديد، والشغف كمان هيرجع اقوى من الاول. لو حابين كلام كتير او اسرار عن الراجل، اعملوا متابعه ولايك ومشاركه علشان تشوفوا كل جديد. وما تنسوش كمان تكتبوا سؤالكم في التعليقات.